احدث واجمد ماشين قهوة شاملة في العالم، تقدر بيها تحل محل 6 ماكينات في مكنة واحدة بس. لا ومش بس كده، ده كمان فيها 5 مميزات واوبشنات مش موجودة كلها مع بعض في اي ماشين شاملة للقهوة قبل كده في السوق العالمي كله، ومش في مصر بس وفي الدول العربية بس، لا ده في العالم كله. لو عايزين تعرفوا ايه الماشين اللي جوه البوكس ده وتتعرفوا معايا عليها وتعرفوا مميزاتها ايه وتشوفوها معايا ونعمل فيها انبوكسنج ونستخدمها لأول مرة فيرست يوز، خليكم معايا لنهاية الفيديو عشان بجد هيفوتكم كتير قوي لو ما شفتوش الماشين دي. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. طبعا احنا عدى علينا H3A وعدى علينا H2B وموديلات تانية كتير من هاي برو، وشفنا منها كمان الكوبي من براندات تانية في السوق بصفة عامة. لكن H1B غير خالص. ليه بقى غير خالص وفي حتة تانية ومختلفة خالص؟ خليكم معايا، هنفتح دلوقتي البوكس بتاع الماشين مع بعض وهنتفرج عليها وهنعرف ايه اللي مميزها قوي كده ومخليها ترند رقم 1 في العالم حاليا من حيث الماكينات الشاملة المنزلية في السوق عموما. يلا بينا نستعرض مع بعض كل حاجة دلوقتي. طبعا لقيناها ان هي متغلفة كويس جدا. تمام، تعالوا بقى كده نطلعها مع بعض ونستعرض كل حاجة فيها. متغلفة كويس جدا، معمولة بكذا طبقة تغليف، ودي بصراحة يعني حاجة محترمة جدا تحسب لهم. هنطلع كل حاجة دلوقتي من المحتويات وهعرفكم ايه ده كمان، ده جديد قوي. تمام، احنا قلنا الماشين اصلا كلها مميزات وحاجات جديدة والشكل كمان مختلف. يلا نتفرج مع بعض، هطلعها لكم من الكرتونة ويلا نتفرج مع بعض. لقينا برضو متغلفة من تحت كويس جدا. تمام، لقينا بقى الكتالوج ولقينا ثانك يو كارد كده. تمام، مكتوب فيها شكرا لشرائكم مننا من هاي برو مش عارف ايه، وان هو انترناشونال براند سيلر وكده، وده ضمان اهو، يعتبر ضمان دولي، ومعانا برضو هيبقى معانا ضمان محلي برضو. تمام، هوريهولكم برضو ايه في اخر الفيديو كده من ايه، من شركة، من توكيل هاي برو ايجيبت، مستر ديفيد، توكيل هاي برو ايجيبت. تمام، ودي كده زي ما انتم شايفين كده. ده الكتالوج عربي وانجلش، معرفش ايه بقى الورقة دي. الورقة دي بتاعت اللي هو الانجكشن او زي كده ايه يعني بامب كده معينة، ماشي، حقنة بنستخدمها علشان خاطر نعمل بيها حاجات كده، هنوريها لكم دلوقتي. تمام، ده الكتالوج بكل اللغات، انجلش وعربي وصيني ومش عارف ايه، كل حاجة. خلاص، هفرجكم دلوقتي على ملحقات الماشين كلها وافرجكم على الماشين ايه من قريب. زي ما انتم شايفين كده. بحاول بقى هقرب لكم كده بقى على الماشين من قريب علشان تشوفوا الشكل الرائع بتاعها والديزاين الجميل اللي انا شاورت عليه. ده عبارة عن قطعة كده من الستانلس بنحط فيها الاعشاب بتاعتنا اللي احنا عايزينها، سواء شاي، كركديه، ينسون، نعناع، الكلام ده كله، عشان نقدر نعمل في الماشين الشاي والاعشاب والكلام ده كله. يعني الماشين مش بتعمل اسبريسو بس،
وشايفين ده الديزاين بتاع كلمة هاي برو موجودة عليها، وفيها 3 زراير بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كل ده هنشرحه كمان شوية. اما الجزء الابيض اللي على الشمال ده او البوكس الابيض ده فيه قطعة برضو ملحقة هنوضحها كمان شوية، بس اما اكمل لكم فرجة على الماشين من باقي الزوايا. وباقي القطع الملحقة بالماشين موجودة بتبقى في التانك اللي ورا. ودي كده اخر جهة من الماشين بحيث نكون اتفرجنا عليها من كل الزوايا. نفتح بقى الماشين كده مع بعض. احساس شعور اللي هو اول مرة كده فيرست يوز وانبوكسنج وبتاع ونشيل كل الاكياس، يبقى شعور جميل جدا بصراحة. وشكلها جامد قوي 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 على الطبيعة، شكلها جامد قوي يعني. هو جاي مع الماشين فيشة ثنائية بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الادابترز اللي جاية معاها تمام. دي ادابتر تمام. المرة دي الادابتر باللون الابيض مع الماشين. يعني المرة اللي فاتت كان اللون الماشين كان لونها مثلا ابيض، الادابتر اسود، الماشين لونها اسود، الادابتر اسود. انما المرة دي كل لون كومباتبل مع الادابتر بتاعه، ماشين بالادابتر بالماشين بتاعه تمام. ادي اول ادابتر، والعلبة فيها ادابتر كمان اهو. طبعا كل ده هنفتحه دلوقتي مع بعض ونشوف. وجاي معاها الباسكت ده خلاص. المرة دي شكله كده حاساه مختلف كده وجميل. كل ده هيتبص عليه دلوقتي. وجاي ده وزي ما اتفقنا هنكمل نشوف ايه اللي هنا برضه. ادي ادابتر كان في العلبة تمام، وده ادابتر تاني كان في العلبة تمام، وده الباسكت بتاع البودز تمام. حاسه ان خامته بقت احسن شويه. وده بتاع اللي هو الشاي الجديد اللي احنا نقدر نعمل بقى فيه كركديه، اي اعشاب، ينسون، شاي مختص، سبيشاليتي تي، الحاجات دي كلها تمام. وهنروح بقى دلوقتي هنا علشان نشوف ايه بقى اللي موجود هنا كمان خلاص. وقبل ما نروح لهناك كده تمام بنبص بنلاقي برضو في ادابتر هنا موجود خلاص. هنفتح بقى نطلعه كده اهو. ادي ادابتر كمان تمام. يبقى ده اللي كان في الماشين نفسها خلاص، ودول اللي كانوا كلهم في البوكس خلاص. بعد كده بقى هنروح ورا نشوف ايه اللي باقي تاني. طيب لقيت في اللي هو التانك اللي ورا ده خلاص، لقيت ايه؟ لقيت اللي هو الادابتر بتاع الكيك اب، ولقيت اللي هي الحقنه اللي احنا هنعمل بيها دلوقتي التانك دلوقتي او الماشين كلها بصفه عامه والبمبات وكده تمام. ولقيت دلوقتي برضو اللي هي النيدل الابره دي خلاص. النيدل دي بنعمل بيها ايه هوريها لكم برضو في الادابتر بتاع ايه دولشي جوستو. طيب احنا ليه سمينا بقى الماشين اصلا ان هي 6 في 1؟ اول حاجه معاها 1 2 3 4 5 6، تقدر تعمل لنا 6 حاجات خلاص. ايه هما ال6 حاجات؟ نراجع مره كمان، احنا كنا شرحنا الكلام ده قبل كده بس نقوله مره كمان للناس اللي هي ايه لسه بقى ايه ما تعرفش الحاجات دي. اول حاجه ده ادابتر بيشغل الكبسولات اللي هي بتاعه نسبريسو او الكومباتبل معاها تمام. تاني ادابتر اللي هو بيشغل الكبسولات بتاعه الدولشي جوستو تمام. وقلت لكم الابره هشرحها لكم دلوقتي. الابره دي اللي هي بنسلك بيها اللي هي الجزء ده لما بيحصل له انسداد اللي هو الجزء ده تمام. شايفينه بنسلكه بابره كده لما الباودر بيتحشر فيه او اي حاجه بتاعه الكبسوله او كده من كتر الفتح بتاعها خلاص. تالت ادابتر ده الادابتر بتاع الكيك اب تمام. وبنستخدمه كمان ان احنا بنحط فيه الادابتر بتاع الاعشاب والشاي والكلام ده كله خلاص بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده الادابتر الاخير اللي هو الادابتر بتاع الباودر، نقدر نستعمل له باسكت مضغوط او نستعمل له باسكت مكشوف نجيبه. انا جبته وهعمل لكم برضو فيديو عنه ان شاء الله. ونفس الادابتر ده بنستخدم له الادابتر بتاع البودز عادي مكانه خلاص كده. فكده يبقى الماشين 6 في 1 كادابترات تمام. لسه طبعا فيها مميزات اكتر بكتير. احنا قلنا ان هي 6 في 1 كادابترات، ولكن فيها 5 مميزات بقى بعيد عن موضوع ال6 ادابترات دول، هشرحها لكم كمان شويه. بس لما نبدا بقى نشغل كده الماشين واعرفكم الجزء ده هنعمل بيه ايه
دلوقتي. القطعة دي احنا فكناها لجزئين. ليه بقى فكناها لجزئين؟ هعرفكم بقى دلوقتي ونبدأ نشتغل بيها علشان نفتح الماشين بقى ونشوف ال5 مميزات اللي احنا قلنا عليها. الجزء ده حتى هتلاقوا ال3 خطوات بتاعته مرسومين على ظهر الماشين من ورا ان هم 3 خطوات. اول خطوه احنا بنحط الجزء ده من السرنجه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بنعمل له اتاتشمنت في الماشين وبنجيب اي حاجه فيها ميه. تمام، نبدا نصب ونحقن ببطء جدا بالجزء الثاني اللي هو الجزء الثاني بتاع السرنجه. تمام، ده بيساعد ان هو يسلك لي البمبات جوه واي ضغط جوه برضو يعني بيظبطهولي. وكمان بيساعد ان الماشين لما نفتحها لاول مره استخدام ما يبقاش يعني الشوط نازل معانا بصعوبه او ما يبقاش الدنيا متسلكه في الماشين يعني من الاخر. فالسرنجه دي بتساعد الدنيا كلها او بتدي دفعه كده للماشين اوليه ان الدنيا تبقى كويسه وتشتغل معايا بصوره سلسه وبسيطه. المفروض بكرر العمليه دي من 2 ل3 مرات على حسب لغايه ما اتاكد ان الشوط نازل بصوره انسيابيه للماشين في اول مره استخدام. وطبعا السرنجه دي بتفضل معانا على طول بحيث لو حصل لا قدر الله اي انسداد في الماشين على المدى الطويل بنضطر ان احنا نستعمل السرنجه دي تاني وبنسلك بيها الدنيا. هبدا بقى كده ايه نعملها خلاص وهحقن بقى، وهحقن بالراحة يعني هحقن ببطء. هنكرر الموضوع ده بقى المرة التانية. وقلنا نضغط بالراحة جدا، لازم يكون بالراحة، دي توصيات الشركة. ابتديت اسمع صوت كده ان البمبات ابتدت تشتغل. تمام، شايفين المية هي ابتدت تنقط، يبقى كده الماشين سلكت وما كتمتش والدنيا زي الفل وان شاء الله تشتغل كويس. هعملها كمان مرة اخيرة. تبقى برضو بالراحة. شايفين المية بتنقط اهو كده زي الفل. هبدأ بقى ايه اشيل. هروح بقى املى التانك واغسله كويس وارجع لكم علشان ايه نملاه ونكمل بقى باقي الشرح والتفاصيل. المره دي بقى اللي هو الغطا ده محكم قوي قوي عن المره اللي فاتت. المره كان بيتهز، المره دي عاملين فيه تكتين كده اكتر شويه من المره اللي فاتت، فحاسه ان هي افضل شويه. يلا بقى نفتح زرار التشغيل مع بعض بعد ما حطينا الفيشه ونستنى لما الزراير كلها تنور. تمام، علشان الماشين كده يحصل لها زي بري هيتنج كده، والزراير المفروض انها لما تثبت كده يبقى الماشين اشتغلت زي ما انتم شايفين. بقى بصوا، دي اول ميزه مش موجوده في اي ماشين تانية من ماشين الهاي برو، وهي ان الشاشه بتاعتها ديجيتال. تمام، طب ايه اللي بيظهر في الشاشه الديجيتال دي؟ حاجات كتيره جدا هقولها لكم كمان شويه، خليكم معايا. انا الاول هعمل لكم تجربه على الادابترز كلها للناس اللي مش عارفه الدنيا دي بتشتغل ازاي، واعمل لكم زي كده ريفيجن سريع على الموضوع. وبعد كده بعد ما نستعمل كل ادابتر فيهم بحاجته خلاص نبدا بقى بعد كده اقول لكم الشاشه الديجيتال ايه موضوعها وايه ال5 مميزات اللي احنا قلنا عليهم. تمام، عشان نقفل على الفيديو. طيب انا اول حاجه معايا الادابتر بتاع نسبريسو، ومعايا كبسوله ريستريتو من نسبريسو باخد منها كده. بالنسبه لي انا لذائقتي الشخصيه باخد منها 30 مللي، ممكن حد ياخد ازيد حد ياخد اقل، في ناس يعني ايه ما بتمشيش على معايير معينه، بس احنا هنقول هناخد منها مثلا مليهات صغنونه خالص عشان هي ريستريتو. تمام، طيب دلوقتي المفروض ان انا بدوس على زرار الفوليوم ده. تمام، بحدد منه نسبة الشرط اللي موجودة هنا. الماشين بتعمل 7 مستويات من المليهات، كل ملي كل مستوى بملي، كل مستوى بملي. هقول لكم اهو، ادي اول مستوى. تمام، ده بملي معين.
تمام، بيطلع او ينزل 5 بس، مش اكتر من كده. يعني مثلا بيطلع ايه ب5 درجات وينزل 5 درجات. اللي بعديه الملي الازيد شويه، تمام، بيطلع 5 درجات ويقل 5 درجات بس. الملي اللي بعديه بيطلع 5 درجات وبينزل 5 درجات. الملي اللي بعديه يطلع 5 درجات ويقل 5 درجات. الملي اللي بعديه بيبقى محدد مثلا بنسبة معينة زي ما اتفقنا، بيطلع 5 درجات وينزل 5 درجات. الملي اللي بعديه نفس الكلام، والملي اللي بعديه نفس الكلام. يبقوا كده دول ال7 مستويات بالمليز بتاعتهم، بالدرجات بتاعتهم، الطلوع والنزول. تمام. طب ده بالنسبة لي هيبقى عدد مليهات كتيرة قوي قوي قوي. تمام. فانا هبدأ على المستوى الاول، هدوس على زرار الفوليوم، هرجع تاني خلاص لاول مستوى خلاص، وابدأ بقى ايه يعني استعمل بقى اللي هو الادابتر خلاص، واحط الكبسولة بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واتأكد ان هي بقت في مكانها كويس، بيتت في مكانها خلاص. وبعد كده بقفل بنفس الشكل اللي انتم بقى ايه متعودين عليه عادي جدا في الايه في الماشين، وبقفل خلاص. بدوس بقى على زرار ايه، بدوس على زرار البرو. تمام، ده اللي بيحضر لي الشوط. يلا بينا بقى. نلاحظ ان الاستخلاص بقى شكله ذهبي اكتر وكريمي اكتر من المره اللي فاتت خلاص، من الماشين اللي قبلها خلاص. اعتقد هو يعني ايه خد معايا يعني مليهات اكتر شويه، بس ده لاني يعني لسه ما ظبطتش المليهات اللي انا عايزاها على حسب ايه المستويات خلاص. بس كل ده هقوله لكم كمان شويه خلاص. بس شايفين الاستخلاص حلو جدا. ندوق الطعم كده، الطعم كويس جدا، والحرارة برضو كويسة جدا خلاص. زي ما انتم شايفين كده المؤشر هنا عارض لي ان درجة الحرارة 92 درجة سيليزيوس. احنا ممكن نعمل شيفت للماشين نخليها فahrenheit، بس انا عادي مخليها سيليزيوس، ده اللي هو البيزك اللي احنا واخدين عليه عادي جدا. تمام. يلا بينا نشوف كبسولة الدولشي جوستو. نروح على كبسولة دولشي جوستو. بصراحة ما لقيتش اي نوع كبسولات دولشي جوستو عندي في البيت، تقريبا كنت مخلصاهم علشان كنت شغالة قبل كده بماشين باودر، فما كانش عندي كبسولات كفاية. تمام. بس خلاص بعد الهاي برو بقى هجيب كل نفسي فيه بقى كبسولات وباودر وبودز وكل الحاجات دي وكيك اب والكلام ده خلاص. فهجرب لكم الكبسولة بتاعت ميلانو دي، عبارة عن روز لاتيه، قهوة بينك كده بالورد، بطعم الورد كده خلاص. لازم وانا بقفل الادابتر اتاكد ان الدبوس ده خرم اللي هي الكبسوله. تمام. فبقفلها كويس جدا لغايه ما اسمع صوت التكه. تمام كده خلاص. هو يعني الكبسوله خلاص تمام، تم فتحها. بعد بقى ما حطيتها في الادابتر وخلاص عملت لها اتاتشمنت في الماشين زي ما انتم شايفين كده. المستوى الاولاني ده تقريبا 30 مللي، يزود بقى 5 فوق، ينقص 5 تحت، وهكذا. انا طبعا الدولشي جوستو بيبقى معروف ان هي نسبة المليهات اكتر من النسبريسو، فممكن مثلا نخليها 60 65 70 على حسب. فالمستوى الاولاني الشرطة الاولى ما تنفعش. زي ما اتفقنا هنروح على زرار البرو، هندوس عليه دوسة واحدة ونخليها شرطة. تمام. كمان يبقوا كده شرطتين 2 خلاص. ده بتاع الدولشي جوستو مثلا بالنسبة لي انا، ده الملي المناسب ليا. ادوس على زرار البرو واستنى الشوت بتاع الروز لاتيه. ممكن يكون اغلبكم ناس شافت الروز لاتيه قبل كده وناس تانية ما شافتهوش، بس انا هفرجكم عليه. هو عبارة عن شوت كده لونه لون بينك كده بينزل خلاص، بيبقى هو ده بتاع الروز لاتيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. زي ما انتم شايفين كده الماشين استخلصت لي 60 ملي على الشرطة التانية اللي انا وريتها لكم دي. يعني بصوا حتى الحاجة مش اسبريسو صرف يعني. تمام. بس برضو بصوا عاملة فوم وعاملة كريمة. يعني هي الماشين اصلا فيها اوبشنات كتير بتؤدي الى ان الشوت يطلع كريمي ويطلع باستخلاص كويس
وجميل. تعالوا كده ندوق الطعم مع بعض. حلو جدا، حلوة جدا. الحرارة يعني مظبوطة قوي، والطعم كمان حسيته مستخلص بطريقة احسن من اللي قبلها. طعم الكبسولة دي في الماشين اللي قبلها ما كانتش مسكرة التسكيرة دي في الهايبروهات اللي قبل كده اللي انا جربتهم. فمعنى كده ان الاستخلاص اختلف، حتى مش في الاسبريسو بس، في الكبسولات الفليفر دي. لا شابوه. يلا بقى بينا نشوف اللي بعدها. نجرب كده نشوف مثلا البودز. يلا بينا. فاكرين الدولشي قبل كده كانت الكبسولة الادابتور بتاعها كان بيبقى مية بطريقة بشعة وتفضل تنقط كتير جدا جدا جدا، اكتر من كده كمان. دلوقتي التنقيط خف خالص عن الاول بكتير، وكمان نسبة المية قلت خالص في التجفيف بتاع الادابتور بكتير جدا عن الاول. تمام. هي لسه اي نعم بتنقط، بس مش بتنقط بنفس الكمية بتاعت قبل كده. تمام. واللي هي الجزء ده ابتدى يكون يطلع لي ناشف عن قبل كده بكتير قوي. يلا نجرب بقى الادابتور بتاع البودز. تمام. هو بيجي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بنحطه في الادابتور بتاع الباودر ذات نفسه، هو يعني ملوش ادابتور مختلف. بنحطه في ادابتور الباودر. يعني ادابتور الباودر بيشتغل حاجتين، بيشتغل الباودر بباسكت الباودر سواء مضغوط او مكشوف، وده اللي احنا هنعمل عنه فيديو، او ممكن يعني الحقه بنفس الفيديو على حسب لما اشوف. وده برضو بتاع البودز بيشيله برضو في الادابتور بتاع الباودر. خلاص. هنستعمل هنا اللي هي النوع ده من البودز. تمام. اسمها كونتي. تمام. دي اسبريسو ايطاليان اسبريسو. تمام. خدتها برضو من وكيل هاي برو ايجيبت. لو عايزين ترجعوا له وتاخدوا منه برضو نوع الكبسول البودز ده، برضو هو اعتقد ان هو لسه بيوفرها. يلا بينا نجرب مع بعض. احط الباسكت في الادابتور واحط بقى البودز. تمام. احطها كده كويس، اتاكد انها اتحطت كويس. تمام. واقفلها. سامحوني انا بصور بايد واحده، فبحاول ان انا اكون على قدر الامكان اقدر اعمل لكم كل حاجه. تمام. يلا بقى بينا نحطها في الماشين. تمام. ونقفل الماشين. خلاص. طيب انا دلوقتي عندي كنت مخليها شرطتين من مطرح الدولشي جوستو. لا، انا هاخد من البودز برضو 30 ملي، اقل حاجه بسيطه ازيد حاجه بسيطه. فهدوس على زرار البرو زي ما اتفقنا. تمام. هفضل ادوس، هيضلوا يجري بيا لشرط اعلى 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 ملياش دعوه لغايه ما يرجع لاول شرطه اللي انا نفسي فيها. خلاص. هحط الكب بتاعي. خلاص. ادوس على زرار البرو. خلاص. واستنى الشوت بتاعي. يعني ايه اداني بالظبط. ده استخلاص البودز يا جماعه. تعالوا كده ندوق. لذيذه برضو، مش وحشه يعني، شغاله، طعمها كويس. تعالوا كده نطلع نشوف كده. شايفين اهو النسبة خفت خالص بتاعة المية اللي كانت موجودة كتير جدا، بقت بس يعني حاجة بسيطة قوي. كانت الاول بقى هنا وهنا 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 وكله، لا دلوقتي خفت خالص. تمام. نكمل الاستخلاص. يلا بقى بينا نجرب الباودر. الباودر هستعمل اللي هو إلي كلاسيكو. تمام. انا بحب طعمه قوي. خلاص. وهفك التكتلات بمفكك التكتلات برضو، بحيث يعني يطلع لي افضل شوت ممكن برضو. يعني على قد ما هقدر ان انا هوزع باللي هو المعلقه. اوزع بالمعلقه. تمام. وبعد كده بكبس البن كبسه كده خفيفه. خلاص. وقبليهم طبعا بافكك التكتلات. خلاص. هخلص كل ده واجيلكم على طول علشان نتفرج على الاستخلاص بالباودر. ده شكل الاستخلاص. كريمه كويسه، درجه الحراره كويسه برضو. تمام. ادوق بقى.
الشوت سخن قوي. ماشي، يعني حلو جميل برضه. هو الادابتر بتاع الكيك اب تمام، هو نفسه الادابتر برضه نفس الكلام. كان الادابتر بتاع الباودر يستخدم استخدامين للبودز وللباودر تمام. الادابتر بتاع الكيك اب بيستخدم للكيك اب تمام. ابقى ان شاء الله برضه ابقى اعمل لكم فيديو عن الكيك اب كده لوحدها، او شورت كده بمشروب مثلا معين خلاص. وكمان الكيك اب بالادابتر بتاعه يعني بيعمل لي اللي هو الاعشاب والشاي والكلام ده كله خلاص. انا هنا معايا شاي اكسبشن تمام، سيلون سبايسي شاي واعشاب وتوابل خلاص. تقريبا كان بتاع دلمة على ما افتكر، بتاع دلمة خلاص. والله انا ما عنديش حاجه اعشاب دلوقتي، بس هحاول افك الكيس ده وافضيه هنا واشوف ايه اللي هيحصل في الاستخلاص كده ونجرب مع بعض. انا هجرب دي الاول يعني مره معاكم برضو في حياتي خالص، ان انا استخلص اعشاب عن طريق الماشين تمام. يلا بقى بينا كده نفضي في اللي هو الجزء ده خلاص، وارجع لكم تاني. انا فضيت خلاص محتويات الباكت او الكيس خلاص في المكان ده اهو. هقفل كده تمام، واحطه في الادابتر واحطه في الماشين واقفل الماشين تمام خلاص. بعد كده بقى هو هنا ماشي كان ظابط مثلا على المستويين، انا هخليه بقى على المستوى الثالث عشان اخد مليات اكبر زي بقى الشاي كده واشوف الدنيا ماشيه ازاي خلاص. احنا اتفقنا مستويين، يعني ما احب الف في الليفلز بعمل ايه، بروح على زرار الفوليوم ازود ليفلات، وبعد كده بدوس على الزرار بتاع البرو عشان ايه اعمل الشوت بتاعي. ازود اهو دوسه كمان عشان يبقى 3 وابدا استخلاص الشوت. تعالوا بقى بينا كده نشوف الدنيا فيها ايه لاول مره كده، تجربه حيه مع بعض. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، الله على الريحة، الحرارة كمان لمسها بإيدي جميلة جدا 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 جدا. عجبني قوي 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 الادابتر ده في الاستخلاص بتاعه. لسه بقى نشوف الطعم. خلص كده، تعالوا بقى بينا زي ما انتم سامعين الصوت اللي احنا اتفقنا عليه ده صوت ايه، سمعوا بقى. ده الصوت اللي هو الماشين بتفنش نفسها كده وبتسحب الميه اللي فيها وبتنشف برضو الادابتر وبترجع الميه الفالفات والكلام ده كله تمام. يلا بينا بقى، بسم الله. تقريبا دي برضو اعشاب نزلت بقى ولا ايه مش عارفه، غسلين الكوبايات كويس. المهم تعالوا ندوق بقى كده. ده اللون الاول كده، سخونه ايه، سخونه شاي. طب بجد تحفه، بجد تحفه. لا ده انا ده بقى هشربه وارجع لكم. كده احنا تقريبا جربنا كل اللي هو الادابترز والكلام ده كله، وجربنا الاستخلاص بتاع كل حاجه تقريبا خلاص. نبدا بقى نتكلم عن الخمس مميزات تمام اللي هم قلنا عليهم، هنقولهم في الاخر للماشين دي. اول حاجه طبعا الشكل اختلف للماشين تمام، من حيث اصلا شكل الدريب تري تمام، وكمان الصفايه والكلام ده كله، كل الشكل ده اختلف خالص. رقم 2 ان الشاشه ديجيتال تمام، زي ما انتم شايفين كده بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده، مديه شياكه جامده قوي خلاص. برضو الشكل بتاع الادابتر خلاص، اللون بتاعه يعني مثلا لو هجيب الماشين ابيض تمام، بس يعني برضو اللي اختلف كمان ان الباقيين كانوا ابيض الموديلات اللي قبلها، انما دي لون عاجي او لون كريمي، مش لون ابيض ساده، لا لون عاجي كريمي كده. فالادابتر بتاعها بيجي عاجي ما بيجيش اسود، انما الاسود الماشين السودا بتيجي الادابتر بتاعها كله اسود في اسود، انما دي كده مالتي كولر بالشكل الشيك قوي اللي انتم شايفينه ده تمام. ده اول ميزه بالنسبه للماشين تمام، ان الشكل اختلف بتاع الدريب تري، وان الشكل اللي احنا قلناه بتاع الصفايه اختلف، وكمان شكل وبقت فيها شاشه ديجيتال، وبقت فيها كمان
اللي هو الادابتر المالتي كولر ده، تمام. ده من حيث الشكل عموما، تمام. وبرده احنا كل ده في نقطه رقم 1، يعني شوفوا نقطه رقم 1 اصلا فيها كميه مميزات قد ايه، تمام. في نقطه رقم 1 برده ان المساحه هنا الاول لما كنت بحط كوبايه في الهايبروهات القديمه كبيره شويه للاتيه للكابتشينو ومشروبات الايس كوفي الكلام ده كله ما كانتش بتكفي. هنا دلوقتي بقت بتبصوا كبيره، بقت بتكفي طول اكبر وعرض اكبر، يعني مش على قد بس الطول، لا كمان العرض كمان زاد، تمام. ده من حيث الشكل والايه بصفه عامه يعني. رقم 2 بقى الفالفات بتاعه الماشين جوه اختلفت، تمام، بحيث بقى فيها امكانيه سحب الميه بعد الاستخلاص، اللي انا قعدت اقول لكم الصوت ده والكلام ده كله فرجتها لكم معايا فرجه حيه، تمام، بحيث تتخيلوا معايا. خلاص بقى فيها امكانيه سحب الميه بعد الاستخلاص. نقطه رقم 3، تمام، سيستم التسخين، تمام، بتاع درجه حراره الشوت يعني بقى من 92 لغايه 95 اقدر ان انا اتحكم فيه، من 92 لغايه 95، تمام. دي نقطه رقم 3. ازاي هقدر اتحكم بقى في الكلام ده كله؟ ده انا هعمل لكم فيديو لوحده عن طريقه ظبط الاعدادات بتاعه الماشين، وازاي احولها من سخن لبارد ومن بارد لسخن، وازاي اعمل لها نظام تبريد كده في الاول لو الماشين اصلا سخنه وعايزه اخليها بارده، اعمل بيها مشروبات البارده من غير ما ابدا ان هي الماشين تكون مقفوله. كل الكلام ده كله هبسطها لكم في حاجه فيديو قصير كده صغنون عن طريقه ظبط الاعدادات بتاعه الماشين، تمام. كده احنا قلنا 3 مميزات. ندخل على الميزه رقم 4، ان انا كل درجه مقاس كوبايه اقدر اتحكم فيها 5 مللي فوق او 5 مللي تحت، اللي احنا المستويات ال7 مستويات اللي احنا قلنا عليهم، اللي انا كنت عماله اشرح لكم عنها من شويه، ان الماشين فيها ادي 3 4 5 6 7 مستويات، وارجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 مستويات. خلاص ال7 مستويات دول فيها عدد ملي ثابت، تمام، بس اقدر اطلع 5 ملي زياده او اقلل 5 ملي زياده على حسب اللي انا عايزاه، تمام. رقم 4 بقى ودي اللي هي مهمه جدا جدا جدا، وما كانتش موجوده بصوره واضحه قوي كده في الماشين اللي هي المنزليه اللي هي الشامله اللي فيها كل حاجه، ما كانتش موجوده في الهايبروهات اللي قبل كده، وهي ان الماشين بتقدر ان هي تعمل بري انفيوجن او بري بروينج او ترطيب مثلا. خلاص عباره عن ايه الكلام ده؟ ان هي الماشين بتقدر ان هي تبل البن كله قبل التخمير، تمام. ده اسمه البري بروينج تايم. خلاص دي طبعا ميزه كويسه جدا، بقدر ان انا اتحكم فيها بير سكند اللي هو ترتيب على الثانيه، مثلا 0 1 2 3 4 5 6 لغايه 10، تمام. كل ده ازاي؟ في الفيديو بتاع طريق ظبط الاعدادات، تمام. الميزه بقى رقم 5 والاخيره، ان الشاور هيد بتاع الماشين خلاص بقى فيه حاجات كتيره جدا انضافت واتعدلت فيه، بقت بتخلي توزيع الميه افضل، وبتخلي الاستخلاص يكون افضل في فرق الاستخلاص والكريمه والكلام ده كله، تمام. بس كده على السريع كده المميزات نشرحها، ان احنا قدرنا نحول من سليزيوس لفهرنهايت والعكس، وقدرنا اهو كمان نحول درجه الحراره السليزيوس بقى او الفهرنهايت على حسب ما احنا ظابطينها. لو هنتكلم على سليزيوس من 91 92 و90 و93 و94 و95 وكل الكلام ده، وقدرنا نلعب في البري بروينج تايم من اول 0 سكند لغايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وكمان قدرنا ان احنا نخلي الماشين تعمل كولينج داون، ان احنا بنخلي الماشين يعني تبرد، والميه اللي بعد كده تبقى نازله بارده اهي، وصلت ل 25 درجه سيليزيوس، كانت من الوضع اللي هو ل 25 درجه سيليزيوس. لما اجي احط بقى ايدي دلوقتي هتبص تلاقوني ان انا مستحمله عادي جدا الميه، وكده اقدر ان انا اعمل مشروبات القهوه البارده بطريقه سلسه وبسيطه. وقدرت كمان ارجع للوضع البارد، يعني الغيه وارجع للوضع اللي هو الهوت بطريقه سهله وبسيطه وسلسه من غير اي مشكله خالص. كل الحاجات دي وكل ظبط الاعدادات زي ما انا قلت لكم كده هعمل لكم فيديو لوحدها خالص، تمام، فيديو كامل عن طريقه ظبط الاعدادات للماشين الجديده دي بتاعه الهاي برو. بس كده يعني احنا بالنسبه لنا تقريبا شرحنا كل حاجه وغطينا كل
كل حاجه في الماشين، عملنا ليها انبوكسنج وعملنا ليها فيرست يوز وشرحنا فيها شويه اوبشنز كده فيها والمميزات اللي فيها. وطبعا كنا شفنا في اول الفيديو كان الضمان اللي هو الدولي اللي كان جاي مع الماشين، انما الفاتوره او الريسيت ده بيطلع من توكيل هاي برو ايجيبت. تمام، بيبقى فيه كل البيانات بتاعتك وبتبقى الماشين معاك سارية ضمان سنة استخدام. وبصراحة توكيل هاي برو ايجيبت متعاون جدا، عمل لنا برومو كود اسمه كوفي كلاب ايجيبت 250 كلهم لازقين في بعض، والكوفي كابيتال سي والكلاب السي كابيتال والايجيبت برضو الاي بتاعتها كابيتال زي ما انتم شايفين بالشكل ده. او عن طريق لو قلت لهم ان انتم جايين من عن طريق مثلا الفيسبوك الصفحة بتاعتي جولة قهوة على الرايق على الفيسبوك، او عن طريق القناة برضو جولة قهوة على الرايق، او قلت لهم ان انتوا جايين من الفيسبوك جروب بتاعي اللي هو برضو كوفي كلاب ايجيبت جروب، او عن طريق الانستجرام اللي هو monica.tours.coffee. تمام، كل الكلام ده لو رحتوا لتوكيل هاي برو ايجيبت هيديكوا خصم 250 جنيه من ثمن الماشين. بس طبعا البرومو كود ده او الخصم ده بره فترات الاعياد والبروموشنز اللي دايما بينزلها بصراحه هاي برو ايجيبت. تابعوهم بقى على الصفحه علشان تعرفوا كل العروض وكل الكلام ده. بالنسبه للبرومو كود اللي انا ذكرته لكم ده ساري من اول تاريخ نشر الفيديو، وبالنسبه لفتره انتهائه فصفحه هاي برو ايجيبت هتنوه عن الموضوع ده، فتابعوهم على الصفحه بتاعتهم علشان تعرفوا تاريخ انتهاء البرومو كود ده وتلحقوا تاخدوا الخصم قبل ما الدنيا تغلى وتستفادوا بالخصم اللي هم منزلينه ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله الماشين تعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتكتبوا لنا كومنتس حابين نستعرض ايه تاني مع بعض، وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم فيديو جديد، باي باي.